السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للموقع لكل أسرة وكل أسرة مغربية داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. كنا الأسر كنا احنا كنبغيو نشوفوا هاد المواهب الجميلة الرائعة. اليوم أنا باسمي كريمة وسط، فنانة مغربية. كلشي كيعرف كريمة ممثلة في المسرح، ولكن عندي ميول إلى الطرب الموسيقى، لأن قبل ما نكون ممثلة كنت كندير كورال مع الجوق الوطني في المكسيك، اللي كان لي الشرف انني نرجع ذكريات كنحضر لهاد المواهب. يعني شرف ليا كبير والله. تنشكر الاستاذ والفنان ديالنا نوري على الدعوه، وتنشكر بزاف الاداره الفنيه السي مجيد تازي، لان كان هو كذلك السبب، لان هو اللي كيستدعي الفنانين والفنانات. وهذا شرف لي كبير انني نحضر لهاد المواهب الجميله اللي عندنا الحمد لله طاقات. لان ما نكذبش عليك، كنسمع الصوت اللي كيخليني كنرجع ايامات اصوات الجميله، الفنانه المقتدره نعيمه سميع، المرحوم محمود الادريسي، الحاج عبد الهادي بالخير، واسماء عديده، لطيفه رأفات. يعني الناس الكبار الحمد لله اللي تهد الشباب اللي طالعين، يعني كيقلدوا اصوات، يعني ماشي نقول تقليد، يعني بصوتهم كيحسوك نجوم. والحمد لله كنتمنى لهم التوفيق. وشكرا مرة أخرى للصديق والفنان نوري على هذه البادرة ولجنة التحكيم اللي دايرة هذا المجهود. وكنقولوا مرة أخرى لكل أسرة مغربية بهذه المناسبة، وحنا جيت كاليوم ضيفة أحضر هذا الحفل، ضيفة شرف، اللي بغي نقول واحد الرسالة للمنتخب الوطني المغربي: هنيئا لكم مرة أخرى. وبغينا إن شاء الله نكونوا غدا يد واحدة، لأن كل العالم متحد، يعني العرب الأفريقيين، يعني كل شيء اتحد باش دوز المغرب. وحنا كنفتخروا ببلادنا والمشعل ديالنا الله الوطن الملك، ونتمنوا ليه حد موفق. شكرا للأسد وشكرا لهم. ومرة أخرى للأسر المغربية داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن. وبهذه المناسبة كنبغي نحيي الدولة الشقيقة قطر على المجهود اللي قامت به، بالأمير ديالها، بالناس ديالها شعبا والناس ديال كل شيء، يعني العرب كاملين من الدول كلهم، باش من تقلقوش على كل شيء دول افريقيا اللي تاهم مشجعينا. كنقول لهم شكرا لكم، ونتمنى واحد موفق المنتخب الوطني. المنتخب الوطني في 2022 شنو بان لك فيه؟ اقسم بالله العلي العظيم الا رجعت في 86، يعني كنشوف بدو الزكي، تخيلتوا بونو بدو الزكي، تخيلتوا بودربالة، تخيلتوا ميري، زياش، حكيم، أشرف حكيمي، بوفال، تنشوف زعما الداودي، كنشوف يعني دوك الابطال اللي كنشوف فارس، كنشوف شي حوايج اللي هذوك الابطال اللي عطاو سميتو. ولكن الحمد لله هذا الجيل تبارك الله ما قالوا اسود تا اسود، وغادي تجيبوها اسود. تحيه للمغرب. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات.